بارتاجي راهو على اليوتيوب. انا نحكي ونقول لو توجعنا كل فما شكون فرحان بالسنغال وهو حر. انا ما نفهمش كيفاش ولكن حر في الاختيار نتاعو. نرجو نحكيو على المقابله. صارت فوضى كبيره جدا في ضربه الجزاء واسمة عار كما قلنا على الكره الافريقيه، ولولا يمكن ساديو ماني لكانت المقابله ما تكملش وتكون فضيحه. مغرب يهز كاس افريقيا ولكن تكون فضيحه كرويه. ساديو ماني يشرح اللي صار. ساديو هل كان قرارك بأن تقنع اللاعبين بأن يعودوا ويواصلوا المباراة بعد ضربة الجزاء؟ الأمر الغريب هنا هو أن الفريق والمدرب الكل قرر إيقاف المباراة وعدم المواصلة، وبصراحة الفريق قرر أن يغادر الملعب. لذا أنا لم أفهم ولم أتفهم ما حدث. لذا أخذت نصائح بعض الأشخاص من حولي وقالوا لي كلا يجب أن تواصل المباراة وتقول للجميع أن يعودوا، وهذا ما فعلته. ذهبت وقلت للمدرب كلا لا يمكن أن نفعل ذلك، أنا لا يهمني فيما يحدث، يجب أن نلعب، وهذا ما فعلناه وكنا محظوظين بطبيعة الحال. ولكن أظن بأن سيكون من الجنوني أن نوقف المباراة هكذا لأن العالم يتابعنا. العالم يتابعنا هكا قال ساديو ماني. قال لقيت المدرب والفريق تفاهموا باش يخرجوا. لم افهم ولم اتفهم زوز معناها. قال معناها لا فهمت شنو صار لا نجم نتفاهم. قرار من هذا النوع. قال قعدت واقف بعيد. حكيوا معايا شويه عباد وهنا شفنا زوز حاجه ضيوف من الفوق يعيطوا بالتليفون مش مع ساديو ماني ولكن حكايه زاد اترافير الواحد معناها قاعد في التلفزيون هو وكلود لوروا ايقونه التدريب في افريقيا وعنده معناها كان يتمشى يتمشى تخلق صلي على النبي. انا من الاولاد ما يجيش انا بوكم رميت الناس كل معناها بالحق عنده شعبيه كبيره. باش يحكي مع ساديو ماني كيف ساديو ماني دخل اللاعبين دخل المنتخب السنغالي وجنب القاره الكل. خلينا نقول فضيحه انه منتخب ما يكملش النهائي. دقيقه ناصر باش ما نحكيوش برشا على كلامك انت يا رفيق. احنا تعرف البطوله الافريقيه هي في حد ذاتها معناتها شوف انت ماذا بهم ينحيوها وكل مره يردوها كل مره 4 سنين. كان البارح معناتها المنتخب السنغالي يخرج كانت باش تصير كارثه كبيره باش يقول لك هاي التصويره اللي تحبوا انتم اليوم تحبوا البطوله الافريقيه وتحبوا تخليوها كل عامين باش تولي وتاكد برشا كلام اللي ماذا بها البطوله هذه تتنحى. ولكن الحمد لله فما العقلاء اللي دخلوا باش نجموا خاصه ساديو ماني اللي يركز الدنيا كل. وهذا باش يوريك لي فالور وقت اللي يبداو عندك ملاعبيه في قيمه كبيره كيما ساديو ماني انه في الاوقات يبدا فما معناتها ما فماش العقل يجيك انسان ملاعبي يركز ويخلي الجمعيه الكل ترجع للثوابت نتاعها وتتشات بينالتي وتستيتر. أتمنى من كل قلبي أن تكون العقوبات صارمة جدا للمنتخب السنغالي وخاصة للمدرب. بالحق تستحق كأس أفريقيا السنغال. وأنا من الملاعبية نحب مثلا ساديو ماني برشا ملاعب محترم ملاعب كبير معناه مفخرة للقارة الأفريقية. ولكن اللي قاموا به البارح فضيحة بكل المقاييس. والمدرب اللي كان هو وراء تشنيج الأوضاع وهو اللي خذ القرار هو لازم تكون في حقه مش عقوبة مالية 3 سنين ما يدربش تسحب له الإجازة ما نعرفش ايش تعمل. لا نحكي على المدرب. بالحق فضيحة راهو. إذا كان باش تعديها هذه باش تولي كل واحد يجي بينالتي ما تعجبوش يدخل فيستير يقرب لك الوقت نتاع 12 دقيقة ولا 15 دقيقة ويعاود يرجع. دونك هذا لازم يكون عقوبة راديكالية بيصير لا علاقة باللقب اللي مبروك على السنغال. تدخل الكاف رفيق بعد القرار هذا. وفما نقطة مهمة انه كان انسحبوا من الماتش هذا وكانوا يخسروا الكوب دافريك هذا ويخسروا الكوب دافريك اللي مازالوا اقل من عام اللي هي جينيراسيون قاعدة جديدة ناحية ساديو ماني اللي بلوز موا كبر شوية في العمر ولكن كان باش يظلم الجينيراسيون والاكثر من هكا كان باش يظلمهم ويظلم روحه انه ما يلعبش كاس عالم وينجم يكون اخر كاس عالم يشارك فيه المنتخب السنغالي. ولكن مش نكونوا واضحين توا مادامهم رجعوا حسب القوانين الاكثريه باش تكون غرامات ماليه الاكثر الاقل كيف الجمهور باش يتعاقب على اللي عملوا ولكن انه ما همش باش يشاركوا هذه حاجه شبه مستحيل. ننتظر عقوبات الكاف في 30 ثانيه لاني باش نفوت الوقت من غير اطاله. لو كنت الرقراقي ولا المدرب لو كنت المسؤول في المنتخب المغربي تاخذ قرار في ابراهيم دياز أنا يظهر لي ولا تحسبها كورة؟ نعم أم لا؟ نعم نحسبها كورة بعد شهرين. وميمة سامحوا ولا لا؟ ما نسامحوش. برنس يرجع يلعب يا ولدي. عادي يرجع هكا اكثر من العقوبه اللي خذاها مشارة. انا ساعه اول تو في المطار ما فماش طياره يقعد يستنى 12 ساعه روتا بيلوت مريء نحلموا من الكنام والسي اس اس كان سبع ما فات ميديكامون ما يسبش فات ميديكامون يا ولدي ما يسبش دياز كنام ما كيفهم السي اس اس معناها تصور
تتصور انت دياز يستنى في رومبورسمون تاع دولي وهيستوريك سيريسيس اغنى منا اللاعبين. شنو العقوبه ريزرفاسيون وتلك كومبلي ديما كومبلي تحط اسمه بلاك ليست. يدخل المطعم 600% تي في اللي هو ما يدخلش. رفيق انت تفضلك بها رفيق حتى مشعب كامل. اي وجعهم يا ودي وجيعه حتى هو تحط يا ودي ما ريتش تحطم. هذاك باش يمشي لمدريد ياكل البايلا وتو مبابي ويرجع باند جلاس رفيق. لا صديقنا المخرج يقول لي زيدان خسر فرنسا في الكوب دوروب بالكارتون روج. ليه صديقي ما خسرش؟ اولا نعطاها قبل الكوب دي موند وعمل حاجات ما تعملتش. نذكروا ناس كل زيدان شعمل. وفي اللحظه هذيك ريت انه مثلا ما نعرفش ماتيراتزي سب له والدته عمل هو ين رياكسيون بالواحد الكل بالبيلون اللي عامله زيدان تنجم تتعدى معناه. اما هذه نحالك الكوب من عينيك معناه نحالك الكره من عينيك. حاجه اخرى سوء الحظ مع المنتخب المغربي اللي راهو لعب البرولونغاسيون كل ب10 البارح. الملاعب اللي دخل عمل لي جامون كروزي قال وليد الركراكي دونك قاعد يلعب موندري ب10. والمغرب تحيا المغرب تحيا على النص ساعه الاخرى لان كمان خلقت فيها فرص وقت اللي هم يلعبوا ضد السنغال وب10. ناصر ماش عندي وقت من بعد اش تعمل اذا لو جيت مسؤول بالحق مع ابراهيم دياز؟ انا ما عندي ما نعمل له في نهايه الامر باش نخليه يمشي يقعد تعيط له الليسته الجايه حتى ينجم يرجع. هو ساعه انت ترجعه ولا هو ينجم؟ ما نجمش نوقف مسير ملاعب على بينالتي بالطريقه اللي شاطها. انا معاك طريقه خايبه والمانيير خايبه ونكب شعب كامل وهذا كله موجود. اما في نهايه الامر تقعد كره قدم ونتعلموا منها دروس. انا بدي كيف ومع فكره انه يرجع ويقعد يلعب وكونتر الفكره نتاع انه هاكا يمشي يرجع لمدريد ويرجع متفرد. معناها كمان معناها كي هو ملاعبي في ريال مدريد وقبل انه يكون في المغرب كان سورس ورا جرينتا كبيره وكان سورس نتاع فرحه لينا. ما يجيش انه كي يضيع بيلانتي توا اشو بيان سور باش تقعد توجع ولكن بعد شهرين ثلاثه عنده كوب دي موند تنجم تنسى ذا الكل ونجم يكون هو بيدو متقلق برشا من هل سينسى الشعب المغربي ما قام به ابراهيم دياز؟ بادجو لم ينجح في تجاوز أزمة ضربة الجزاء اللي كانت في دور نهائي واعطاها حقها وجات البرة ما عملش بانينكا. بادجو اللي خسر كوب دي موند ولكن كان أفضل لاعب ولكن زاد في أمريكا ما كانتش شوية شعب منظم ويستنى وإدارة وسلطات وغيره. ورغم ذا بادجو بعد كأس العالم ولا بادجو آخر والعنوان الكل الشهير الرجل الذي مات واقفا. هل ستسامح المغاربة؟ ما نعرفوش ما عندناش الحق نقوله ولكن ستكون أيام عصيبة جدا وثقيلة على ملاعبي اسمه إبراهيم دياز. مازال عنا ما نحكي ونزيدوا دريجين من بعد مسالش في الفينال نحكيوا على الركراكي ومستقبله مع المنتخب المغربي. الأخبار ثم نعود. الجمعة من 5 ل7 الأخبار بالثانية وخصم بونوس من اليوم وحتى ل 13 فيفري شارجي بدينار ولا أكثر وخذ قد اللي تشارجي بونوس كل اثنين وجمعة. أريد طور عالمك دقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 ل9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيس دو جور. التراند دو جور باي أريد. تراند كان نهائي كأس افريقيا البارح 8 متاع الليل بوقت تونس. انطلقت المقابلة أمام حضور جماهيري قياسي قرابة 70,000 مغربي حاضر في الملعب. ملايين المغاربة كانوا يتمناوا البارح يدخلوا للملعب ويساندوا منتخبهم في الدور النهائي. منتخب مغربي بأسبقية الأرض بأسبقية الجمهور. على الورق كان هو المرشح حتى كان نحط 51-49 كان هو عنده 1% زايد بحسب الأسبقية متاع الملعب ومتاع الجمهور وكل الظروف المحيطة بالكان. كأس افريقيا حبت تمشي للمغرب ولكن المغرب قالت لا واللي قال لا البارح هو ابراهيم دياز. ما نجموش نقولوا حاجه غير هذا. الكره فيها تضييع والكره فيها ضربات جزاء ضاعت ونذكروا كل ضربات الجزاء التاريخيه اللي ضاعت برشا ولكن بتلك الطريقه في تلك اللحظه 3-4 ثواني بعد زفر المقابله نهائي الحكم لم يكن ممكن قبول هذا السيناريو. باش نحكي على ابراهيم دياز هل انتهى مع المنتخب ولا لا ولا عادي وصفحه تطوى ويعود المنتخب لأنه حجم الكارثة وحجم الخيبة اللي تسبب فيها البارح قادرة أنها تنهي مسيرة لاعب كرة قدم على الأقل على مستوى المنتخب. البارح زفروا عليه البارح المغاربة زفروا على إبراهيم دياز وقت اللي ماشي يهز التتويج متاعه كأحسن هداف في الدورة. نسمعوا وليد الركراكي بعد المقابلة الرجل اللي تحمل ضغوطات كبيرة جدا 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 وحبت الأقدار البارح أنه هو يدفع ثمن خطأ قام به لاعب اسمه إبراهيم دياز محترف في ريال مدريد. لو عملها لاعب يلعب في البطولة المغربية في بطولة محلية كانت الدنيا تقوم ولا تقعد ولكن قام
بها لاعب يلعب في الريال مدريد. وليد الركراكي يحكي على بداية البطولة، الجو المشحون، نهني السنغال وسنعود أقوى، هكذا قال. كثيرة جدا بالنسبة للجماهير المغربية عندما تأتي ضربة جزاء في اللحظة الأخيرة وترى النصر أمام أعينك، ولكن في النهاية كرة القدم تلحق بك وهذا من سوء حظنا، ولكن سيعود اللاعبون بقوة أكبر. نحن نهنئ السنغال على هذا الفوز رغم أن الصورة التي رأيناها لكرة القدم الأفريقية مخيبة نوعا ما للآمال بعد كل ما حدث في اللحظة التي احتسبت فيها ضربة جزاء، لكن منذ بداية المنافسة كان هناك ربما ادعاءات من هذا النوع، ولكن على كل حال نهنئ خصمنا والمغرب سيعود بقوة أكبر. المغرب سيعود بقوة أكبر. في تصريح آخر قال اللاعبون سيعودون بقوة أكبر، ما لم يستعمل لون الجمع وليد الركراكي في الحديث على عودة المغاربة في قادم المسابقات. وليد الركراكي اللي يحكي زاد على الصورة اللي تقدمت على أفريقيا البارح في 10-12 دقيقة تقريبا، اللي رفض فيها المنتخب السنغالي العودة للمقابلة، وصارت فيها مناوشات ما بين الجماهير السنغالية والأمن المغربي. صورة كانت مخجلة بالنسبة للكرة الأفريقية، صورة باش تبقى وصمة عار على الكرة الأفريقية. نحكيو على نهائي كأس أفريقيا، حاجة ما نشوفوهاش في البطولات الأوروبية والعالمية. تكلم عليها وليد الركراكي، ومفهوم أنه ينقد ما حدث في المقابلة. Au match, l'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça n'honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière, il a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach, et voilà, on regarde de l'avant. قال سيتي با كلاس، ما كانتش حاجه راقيه ما قام به المنتخب السنغالي. ساهم في انه ابراهيم دياز يضيع، مي قال سي با اون اكسكوز، هو اختار الشوطه كيكا اون فا لاسومي سورتو موا اون طون كو كوتش، معناها احنا باش نتحملوا مسؤوليه الشوطه نتاع دياز، وخاصه انا كمدرب. هذا ما قالوا وليد الركراكي ضمن تصريحات المدرب بعد المقابله. فاصل صغير ناصر واترك لك الكلمه، لحظات ثم نعود. وهذه هي كان كلام الإعلام القطري على أداء عادل بولبينا اليوم، الذي شارك مع فريقه أساسيا واستطاع الفوز على نادي الوكرة الذي ينشط له مواطنه بركان في الهجوم. عادل بولبينا شارك في المباراة كاملة وتحصل على ضربة جزاء بعد أن قام بمراوغة رائعة جدا، تحصل منها على ضربة جزاء انبرى لها وسددها وسجلها. هذا يدل على التطور الكبير للاعب الذي يعني يمكن أنه يكون آخر موسم له في الدحيل. راح نرى عنده عروض كثيرة جدا من العديد من الأندية في أوروبا وغيرها يمكن أن يذهب لها بولبينا، لأنه عندهم مثل ما تعرفوا فقط 22 سنة إلى الآن، يعني عنده مستقبل، يمكن يرجع إلى قطر، يمكن يرجع مكان آخر. لا، بولبينا سجل الهدف في الدقيقة 64، تحصل على تنقيط 7.3، كان ذلك يعني من أفضل منقطي في المباراة، وكان الأفضل من جهة فريقه، واستطاعوا الفوز مثل ما قلنا لكم على فريق الوكرة قيادة رضوان بركان. وبعد ذلك أيضا يعني بركان شارك أساسيا بالمباراة، لكنه خرج في الدقيقة 87 يعني في آخر المباراة، برغم أن فريقه كان قادر على العودة تسجيل الهدف التعادل إلى أن المباراة انتهت ب2-1. وبهذه الأرقام يكون بولبينا شارك في 11 مباراة في هذا الموسم مع ناديه في البطولة، سجل فيها يعني فقط 3 أهداف وقدم 4 أسيست، لكن يعني هذه أرقام جيدة تؤكد القيمة الفنية للاعب، القيمة يعني المتزايدة يعني من مباراة إلى مباراة. وأيضا أنه نادي الدحيل الذي يحتل حاليا المركز السادس خلف الكثير من الأندية في ترتيب البطولة، مجموع 19 نقطة فقط عن الصدارة التي كانت يعني بعيدة جدا. أما في المركز أما الوكرة كان في المركز الثامن عنده 16 نقطة فقط، تبقى ضمن الصدارة مع قيادة الغرافة وياسين إبراهيمي.